للأسف الشديد ما طبعش فيه الشوكولاتة والعيش والملح مع النادي الأهلي، راح وقدم شكوى ضد النادي الأهلي بالمستحقات المالية لمدة سنة، بس على مين؟ النادي الأهلي ناصح وطلع بيفكر النادي الأهلي اداه 98,000 يورو وسجل البيانات ومعاه الإثباتات. هو راح قدم شكوى للاتحاد الدولي، النادي الأهلي استأنف في القرار والحوار بالمستندات ب98,000 يورو وفسخ التعاقد بالتراضي. النادي الأهلي نصح، النادي الأهلي أستاذ ورئيس قسم في الإجراءات القانونية والمالية على مدار التاريخ. ريبيرو خلاص سقط من نظرنا خالص كمدرب فاشل، ويفضل طول عمره فاشل طالما بيفتري على النادي الأهلي. شابوه برافو للنادي الأهلي إن هو معاه الإثباتات بالمستحقات ودفع 3 شهور لفسخ التعاقد بالتراضي. النادي الأهلي دايما أستاذ ورئيس قسم في الإجراءات المالية والقانونية الدولية والمحلية.